حب الإله لعبده أن يؤخر عنه شيئا يحبه هو، العبد يحبه. لذلك يعني كأنك بدك تختلق خطاب بينك وبين الله، كأنه الله بينادي عليك، كأنه يناديك: عبدي كن لي عبدا أكن لك ربا، عبدي كن لي كما أريد أكن لك كما تريد، عبدي أعطني ما أحب أعطيك ما تحب. فإذا أخر عنك محبوباتك معناتك مأخر عنه محبوباته. مظبوط. بصير مفهوم الابتلاء سهل يتقبل. إذا هو ابتلاني عشان أرجع، ابتلاني عشان ما أغلط مرة ثانية. لما الابن يكسر كاسة المي في البيت أمه بتعمل له هيك، هل كاسة المي أغلى من الولد؟ لا، بدها تثقفه، بدها تعلمه. ولله المثل الأعلى، يبتلينا ربنا سبحانه وتعالى حتى نخرج أفضل ما عندنا. إذن فالابتلاء حب. ومن هون بدي أقول إذا إحنا قدرنا نمارس الحب مع الإله وأن نبادل الإله الحب، بتصير الحياة جميلة جدا جدا جدا.